مسافر عبر الزمن قدر ان هو يحقق ثروه بمقدار 350 مليون دولار في اسبوعين بس. اهلا بيك في حلقه عن قصص المسافرين عبر الزمن. في 28 يناير سنه 2003 اتقبض على اندرو كارلسون بتهمه التجاره في الاموال. اندرو كان معاه 800 دولار، وفي ظرف اسبوعين بس من تجاره الاسهم بقى معاه 350 مليون دولار. اي شركه بيشتري فيها اندرو اسهم كانت الاسهم بتضرب في السماء، وده استحاله يكون حظ او صدفه. ولما اتقبض عليه تم توجيه تهمه ان بيتم تسريب معلومات داخليه سريه بطريقه غير قانونيه ليك. لكن اندرو في دفاعه عن نفسه قال ان محدش بيغششه ولا بيطلع له معلومات داخليه ولا حاجه، وقال كده بالنص ان انا مسافر عبر الزمن وجاي من سنه 2256، عشان كده انا عارف سوق الاسهم فيه ايه. بما ان التحقيقات ما اثبتتش اي حاجه لاندرو فتم اطلاق سراحه. بس بعد فتره اندرو اختفى، مالوش اي اثر. ومش ده الغريب، اندرو قبل ما يختفي قال لهم على التاريخ بالظبط اللي امريكا هتغزو فيه العراق.